السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم بامية ويكا بطشة الثوم وبتنجان مقلي مخلل بالدق. جبت البامية الويكا، غسلتها وصفتها وقطعتها حلقات رفيعة بالطريقة دي، وهي بتبقى بامية اكبر من البامية العادية بحجمها كبير. هقطعها بالطريقة دي حلقات رفيعة، ودي حلة على النار فيها شوربة مناسبة على قد النص كيلو البامية. هحط فيها البامية واقلبها تقليبة واغطيها واسيبها على نار متوسطة تغلي، تستوي وتغلي يعني. ولما تستوي اكون حاطة طاسة على النار فيها معلقة كبيرة سمنة، احط لها معلقة صغيرة ثوم مفروم وهديها تحميرة خفيفة كده، اصفرها واحط لها معلقة صغيرة كزبرة، واول ما تحمر اطش بيها البامية زي الملوخية كده اهي. تبقى طعمها جميل جدا اهي كده. ايه خلصت، تبقى طعمها جميل وخفيفة وطعمة وجميلة. في ناس بقى بتفركها تعملها بالمفراك، لا انا بحبها كده. اكتبي لي بقى في التعليقات مين بيحبها كده ومين بيحبها بالمفراك. هنعمل جنبها بتنجان مخلل. جبت البتنجان قليته، والطبق ده هعمل فيه الدقة، فيه فلفل احمر مفروم وتوم، معلقة صغيرة توم مفروم، وهعصر فيه ليمونتين وحطيت لهم معلقة كبيرة خل، احط معلقة صغيرة ملح، احط كمون زي ربع معلقة صغيرة كده، وكزبرة وبابريكا، واقلب كل ده مع بعض واحشي بيه البتنجان. الدقة دي بتدي طعم جميل جدا لأي بتنجان مخلل. وانا كنت قالية فلفل حامي وحطيته مع البتنجان. احلى اكلة بقى دي، اطعم واحلى اكلة عندي، مهما ناكل منها مزهقش، بحبها قوي. طبق الويكا وجنبيه البتنجان المخلل والرغيف، وكلي بقى احلى اكلة، عيشي ان شاء الله تعجبكم. وده الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك واللايك.